4 خطوات بسيطة لو مشيت عليها هتتعلم أي لغة برمجة من الزيرو للاحتراف. يلا بينا. رقم 1، حدد مصدر واحد للفيديوهات، سواء بلاي ليست على اليوتيوب أو كورس واحد تركز عليه من أي منصة تانية. أهم حاجة ما تشتتش نفسك بين عشرات القنوات وآلاف الكورسات. اختار مصدر واحد بس وتابع منه كام فيديو. لو حسيته مش مناسب معاك دور على كورس تاني. المهم تكون نفسيتك كويسة وعندك قابلية إنك تاخد المعلومة من الشخص اللي بيشرح. رقم 2، اختار مصدر كتابي أو موقع يكون شامل للغة اللي بتتعلمها، وده علشان تثبت المعلومة أكتر. فمثلا لو أنت بتتعلم جافا سكريبت هتدخل على جوجل وتكتب جافا سكريبت W3 سكولز، وهتختار أول نتيجة بحث وتبدأ تدور على المواضيع اللي اتشرحت في الكورس وتبحث عنها في الموقع مع أمثلة وتطبيقات عملية. رقم 3، اعمل ملف عندك احتفظ فيه بالأكواد اللي بتجربها، وحط تعليقات تفهم نفسك بيها كل حاجة، علشان لما ترجع له بعد شوية أو نسيت وعايز تفتكر حاجة معينة ما تروحش تعيد الكورس من الأول وهتلاقي إجابتك في الملخص اللي أنت عملته بإيدك. رقم 4، اعمل مشروع بسيط على قد معرفتك باللغة دي، وكل معلومة أو فكرة جديدة طبقها على طول، سواء بمشروع أو بروبلم سولفينج، وده هيثبت المعلومة ويعلمك ازاي تحل المشاكل اللي بتقابلك دايما. لايك وفولو وتحول لمبرمج.